واروح مكتب البوتاجاز يقول لي ما تنزليش من البيت يا عزيزة، انت تطلبي وبعد نص ساعة تلاقي الأنبوبة عندك في البيت. وفي يوم من الأيام طلبت منه أنبوبة عشان السخان، وبعد نص ساعة لقيت جرس الباب بيضرب، وكانت المفاجأة مستنياني على الباب. نهارك سعيد يا أست عزيزة. عبده، أنبوبة البوتاجاز اللي انت طلبتيها يا أست عزيزة. انت اللي جايبها يا عبده؟ ايوه يا أست عزيزة، بس انا ما طلبتهاش منك، انا طلبتها من زميلك. وانا مش جايبها لك، انا جايب الأنبوبة دي عشان الست عايدة والأستاذ رأفت. ياه، ده انت قلبك راضي عليهم يعني. انا قلبي راضي عليهم، لكن غضبان عليك انت. ليه يا عبده؟ عشان انت هزقتيني ومسحت بكرامة الارض قدام زملاتي. انا يا عبده؟ تعملي علاقة بينك وبين واحد زميلي وتخلي سيرتك وسيرتي على كل لسان يا عزيزة. انت اللي خليتني اعمل كده يا عبده. معلش يا عزيزة، انا وانت والزمن طويل. الانبوبة دي هتحطيها فين؟ في الحمام عشان السخان. طب قدام يا عزيزة على الحمام. وبعدين يا عزيزة؟ عبده دخل الحمام يركب الأنبوبة في السخان. وايه اللي حصل بعد كده؟ خلع المنظم من الأنبوبة الفاضية وركبه في الأنبوبة المليانة. حط جلدة جديدة في المنظم ولا استعمل الجلدة القديمة؟ ما خدتش بالي إذا كان ركب جلدة جديدة ولا لا. انت مش كنت واقفة معاه؟ أنا كنت واقفة على باب الحمام وهو جوه بيفك ويركب، كان ظهره ليا. الأنبوبة كمان ما كنتش شايفاها لأنها كانت قدامه متدارية، بس لما جه يمشي طلبت منه جلدتين 3، حلف لي ما معاه ولا جلدة. وليه طلبت منه جلد زيادة؟ بشوف يعني قلبه راضي عليا ولا لسه زعلان مني. طيب انت متعودة تخلعي المنظم وتركبيه في أنابيب تانية عندكم في البيت؟ لا يا سعادة البيه، كل أنبوبة لها المنظم بتاعها ومتركب فيها، بس أنا متعودة يبقى عندي جلود زيادة عشان ساعات العمال بتوع البوتاجاز ما بيبقاش معاهم جلود، لأنهم بيبيعوها وبيستعملوا الجلود القديمة، ودي ممكن تسرب غاز. يعني ما شفتيش المتهم حط جلدة جديدة ولا لا؟ لا يا بيه، أنا ما خدتش بالي. طب وبعد هو ما ركب المنظم في الأنبوبة المليانة، ما ولعش عود كبريت يجرب الأنبوبة إذا كانت بتسرب غاز ولا لا؟ هو ولع عود كبريت وأنا كنت شامة ريحة الغاز. لما سألته عن الغاز ده بيتسرب منين قال لي ده من الأنبوبة القديمة، وبعدين راح ماسك حتة صابونة سد بيها حوالين الرقبة بتاعت الأنبوبة. أنهي أنبوبة بقى، الفاضية ولا المليانة؟ الأنبوبتين، الفاضية والمليانة. لما سألته ليه بيسد حوالين رقبة الأنبوبة المليانة قال لي أصل اتلخبطت، افتكرت الفاضية هي المليانة والمليانة هي الفاضية. كلام كده يا بيه يلخبط الواحدة كده زي شغل ال3 ورقات. وبعد كده حصل ايه؟ يا دوب عبده نزل من هنا والأستاذ رأفت راجع من المحكمة على البيت، أنا والست عايدة بنحضر الغدا والأستاذ رأفت دخل الحمام. طب كفاية لغاية هنا يا أستاذ رأفت. أفندم يا سيادة الرئيس. الشاهدة عزيزة هتتفضل خارج قاعة الجلسة، وسيادتك هتحكي لنا وقائع الحادث من لحظة دخولك الحمام، وده بقى بالتفصيل وبكل دقة، لأن كلامك هيترقب عليه مصير إنسان قد يكون مذنب وقد يكون بريء من التهمة المنسوبة إليه. رغم أن الحادث مضى عليه ما يقرب من 6 أشهر، إلا أن صورته ما زالت مطبوعة في مخيلتي، كما لو كانت أحداثها بتجري أمامي الآن. وأنا أقدر تماما أن أقوالي سوف يتوقف عليها مصير إنسان، وأنا كمحامي يعنيني هذا الإنسان المتهم كما يعنيني آلاف الضحايا من المواطنين الذين راحوا ضحية لمثل هذا الحادث. وكل ما أرجوه من خلال هذه القضية ليس هو التعويض الذي يحكم به على المتهم أو الشركة المسؤولة عن الحقوق المدنية، وإنما ما أرجوه هو كيف السبيل إلى معالجة هذه الأحداث التي يروح ضحيتها آلاف المواطنين من أنابيب البوتاجاز. يا أستاذ رأفت، سيادتك ابتديت تترافع في القضية، والمحكمة بتسألك كشاهد في القضية مش كمحامي مترافع. أنا آسف يا فندم إذا كانت صفتي كمحامي أنستني صفتي كشاهد. الوقائع من ساعة دخولك الحمام. أيوه، بالتفصيل وبكل دقة. دخلت الحمام الساعة 1 بعد الظهر،
دخلت علشان اتوضى واصلي، قفلت باب الحمام والشباك لان الجو كان بارد. ما كانش عندي فكرة ان انبوبة البوتاجاز بتاعة السخان اتغيرت. رحت اولع السخان بعود كبريت. غريبة، هي الشعلة بتاعة السخان عالية او كده ليه؟ الله، المنظم ده قوي للدرجة دي؟ ولا الانبوبة فيها ضغط زيادة؟ الله، انا شامم ريحة غاز. الغاز ده بيتسرب منين؟ الله، ايه ده؟ ست عايدة، ست عايدة، في ايه يا عزيزة؟ النار ولع في الحمام والاستاذ رأفت جوه. هو فين؟ اهو يا ستي، النار باينة من شراط الباب. يا خبر، زي معايا يا عزيزة، الحقونا يا ناس. افتحي يا عزيزة الباب، افتحي الباب، ما بيتفتحش يا ست عايدة. زي معايا يا عزيزة. النار يا ستي، رأفت، النار، رأفت. وبعدين يا أستاذ رأفت؟ نقلوني على المستشفى في عربية إسعاف وأنا فاقد الوعي. رجال المطافي قاموا بالواجب اللي عليهم. رجال البوليس والنيابة عينوا المكان وحققوا في الموضوع وتحفظوا على أنبوبة البوتاجاز. الخسائر لا تقدر بمال. الإصابات والعاهات المستديمة واضحة أمام حضراتكم، وأهم ما فيها فقدان النظر والحروق والتشويهات في الوجه وفي بعض أماكن متفرقة من الجسد. وبالكشف على أنبوبة البوتاجاز اتضح إنها بتسرب غاز من حوالين الرقبة، وده عيب كان واضح للمتهم، وحاول يداريه بوضع قطع من الصابون لسد الثقوب اللي في الأنبوبة، وده كان السبب الرئيسي في انتشار الغاز بالحمام واشتعال النيران. طيب يا أستاذ رأفت، هل تعتقد أن المتهم كان يتعمد إيذائك وإلحاق الضرر بيك، ولا أن الجريمة وقعت نتيجة لإهمال المتهم وتقصيره في القيام بواجبات وظيفته اللي بتقتضي منه الكشف على أنبوبة البوتاجاز والاطمئنان إلى سلامتها عند تركيبها بالمنازل لتأمين سلامة المواطنين؟ سيادة الرئيس، إنني أترك الإجابة على هذا السؤال لما أظهرته وانتهت إليه تحقيقات النيابة. طيب يا أستاذ رأفت، مرافعة النيابة. سيدي الرئيس، إن النيابة العامة باعتبارها خصما شريفا في الدعوى العمومية يعنيها في المقام الأول إظهار براءة البريء، كما يعنيها تماما إقامة الدليل على إدانة المجرم. وقد اهتمت النيابة في هذه القضية بتحقيق ركن العمد لدى المتهم، بمعنى هل كان المتهم متعمدا إيذاء المجني عليه وإلحاق الضرر به لأنه رفض زواجه من عزيزة، أم أن الجريمة وقعت نتيجة مجرد الإهمال والتقصير من المتهم.